ولذلك الثورة هذا معنى أساسي من معانيها، أن نعيد بناء العدل، أن نعيد بناء التنمية، أن نعيد وحدة أمتنا تحتاج إلى الوحدة. قضية هذه البوليزاريو في المغرب العربي أخرت وحدتنا عشرات السنين. ما عندناش حاجة باش نزيدوا دول أخرى في المنطقة، بل مطلوب الدول العربية ال22 كيفاش نقصوهم، يقولوا 2 ولا 3 أو 1 فقط. ما لا حاجة لنا في إضافة المزيد من الدول. أوروبا هذه التي تحاربت على حدودنا، تحاربت مئات السنين، اليوم يقطع الإنسان أوروبا من شرقها إلى غربها لا يوقفه أحد. تحاربوا ولكن الآن ما عادش عندهم مشاكل حدود. لو وحدنا المغرب العربي ما بقي مشكل اسمه البوليزاريو. درس الثورة هو هذا، درس الثورة ينبغي أن نفكر في قضايا أمتنا تفكيرا جديدا، أن لا نبقى منحبسين في دوائر، في جزر معزولة، أن نفكر بأننا أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون، وأنا ربكم فاتقون. نتجاوز هذه السجون التي وضعنا فيها أنفسنا، سجون القطرية، لأن مشاكلنا غير قابلة لأن تحل إلا في نطاق المنطقة كلها، المغرب العربي، العالم العربي، الأمة الإسلامية، الإنسانية كلها.